اخواتي مبرمجين تانية ثانوي دفعة البكالوريا دفعة 2027 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من ساعات قليلة منهجك بتاع البرمجة نزل، وده خلانا نعمل حاجة خطيرة جدا. وايه هي؟ اننا نسيب ماتش الاهلي وبرشلونة ونقعد نحضر لك اول درس في مادة البرمجة. في الفيديو ده احنا هنشرح اول درس في مادة البرمجة. انا اتلخبطت، احنا مش هنشرح، احنا هنفرم اول درس. ليه بقول هنفرم؟ لاننا هنحل تدريبات. انت هتحل واجب الكتروني وهتتفرج على فيديو حل الواجب. اعرفكم بنفسي الاول للي مش عارفني. معاكم باشمهندس سعيد السيد، خريج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والحمد لله اشتغلت على مشاريع كتير جدا سواء في مصر او بره مصر، وبفضل الله عامل منصات تعليمية لاكبر مدرسين في مصر، يمكن 90% منكم يعرفوهم. والمنصة الشخصية بتاعتي دي بالمناسبة أنا اللي عاملها من الألف للياء. قبل ما نخش على شرح الدرس بتاعنا هطلب منك طلبين. أول طلب إنك تنزل تعمل اشتراك في القناة، هستناك تعمل. عملت؟ تمام. تاني حاجة هتخش على منصتنا الشخصية، هتكتب على جوجل منصة المهندس سعيد السيد، هتخش تعمل اكونت. هتقول لي ليه يا مستر اعمل اكونت؟ هقول لك عشان PDF الشرح وفيديو حل التدريبات والواجب وفيديو حل الواجب هتلاقيهم على المنصة الشخصية بتاعتنا. يلا بينا يا صديقي نخش على الشرح ونقول بسم الله بسم الله. يلا بينا يا صديقي في شرح الدرس الاول من مادة البروجرامينج بعنوان الديفلوبمنت اوف اي تي اند سوشيال ترانسفورميشن. يعني ايه؟ يعني تطوير التكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي. طيب عندنا هنا شويه كي كونسبتس نقراهم بس بشكل سريع وتحت هنفسرهم. اول حاجه عندنا دولت مكررين. اول حاجه عندنا حاجه اسمها موريز لو، قانون مور سوري. تاني حاجه عندنا السوشيال نتوركينج سايتس. تالت حاجه عندنا ايدج كومبيوتنج، سيلف درايفنج، اي كوميرس، ريموت ورك، اونلاين ليرنينج، كاشليس بيمنت، اوجمانتد رياليتي، فيرتشوال رياليتي، كوانتم كومبيوتنج. دي شويه مصطلحات هنمسكهم تحت واحده واحده هنفسرهم. طيب تعالوا بقى نفسرهم. اول حاجه عندنا الموريز لو، قانون لو. بيقول لك القانون ده استنتجوا منه ان الترانزستورات بتتضاعف كل سنتين تقريبا. بيقول لك هنا ان عدد الترانزستورات بيتضاعف كل سنتين تقريبا، كل سنتين تقريبا. طيب تاني حاجه عندنا الايدج كومبيوتنج. الايدج كومبيوتنج هي معالجة البيانات محليا، دي الايدج كومبيوتنج. طب الكلاود كومبيوتنج معالجة البيانات عبر الانترنت، يبقى في تضاد بينهم. الايدج كومبيوتنج معالجة البيانات محليا، طب الكلاود كومبيوتنج معالجة البيانات عبر الانترنت. طيب عندنا حاجة اسمها الاي كوميرس. الاي كوميرس او اللي هو التجاره الالكترونيه، بيقول لك بيع وشراء اي حاجه عبر الانترنت. طب والريموت ورك اللي هو العمل عن بعد، لما بتخش حضرتك اي كافيه تلاقي واحد ماسك اللاب وماسك النسكافيه بتاعه والكافي بتاعه قاعد بيشرب وبيشتغل، ده عمل عن بعد. لما تلاقي نفسك ان شاء الله لما تشتغل كده في شركه ورك فروم هوم، لما تصحى من النوم على السرير تقعد تشتغل على طول، ده ريموت ورك فروم هوم. بيقول لك وركينج فروم هوم او ريموت لوكيشن اوفر ذا انترنت، على الانترنت. طيب عندنا حاجه اسمها اونلاين ليرنينج او التعليم الاونلاين، او التعليم الاونلاين زي ما حضرتك بتتفرج عليا كده، زي ما حضرتك تخش على اي منصه من منصات المدرسين تشترك معاهم وتتفرج، ده تعليم اونلاين ليرنينج، غير لما تنزل السنتر وتتفرج على المدرس عينك. طيب عندنا حاجه اسمها حوسبه او كومبيوتنج يعني حوسبه، هو استخدام الكمبيوتر في معالجه الداتا وحل المشكلات. يبقى بنستخدم الكمبيوتر في معالجة الداتا وحل المشكلات. طيب الدرس عندنا متقسم لثلاث حاجات. اول حاجة الهيستوري بتاع الاي تي، تاريخ الاي تي، دي اول حاجة. طب تاني حاجة هو التغيرات الناتجة من التكنولوجيا المعلومات، التغيرات الناتجة
في المجتمع من تكنولوجيا المعلومات، يبقى ازاي تكنولوجيا المعلومات اثرت في المجتمع. دي تاني حاجه. تالت حاجه معانا التقنيات الناشئه. طيب نمسك واحده واحده. اول حاجه تاريخ الاي تي او ذا هيستوري اوف اي تي. تاريخ الاي تي. بص يا باشا، احنا عندنا فجوات زمنيه، كل فجوه زمنيه حصل فيها ايفنت معين، الايفنت ده اثر على المجتمع بحاجه معينه. تعال نمسك فجوه زمنيه فيهم. اول حاجه عندنا الفجوه الزمنيه اللي ما بين 1940 و 1960. الفجوه الزمنيه دي حصل فيها ايه؟ ظهر فيها الالكترونيك كمبيوترز، زي حاجه اسمها انياك. ده عمل ايه او كان بيعمل ايه انياك دوت؟ هقول لك. هو بص، هو مش قايل لك في المنهج، بس انا هقول لك ايه يعني ابرز حاجه من الحاجات اللي كان بيعملها. بيحسب عمليات جدول الضرب، وكان بيساعد في اطلاق الصواريخ والمدافع ايام الحرب العالميه الثانيه. بص بيقول لك هنا ياثر ازاي على المجتمع، او الالكترونيك كمبيوترز اثرت ازاي على المجتمع في العمليات العسكريه والعمليات الحسابيه. يبقى اثر في العمليات العسكريه والعمليات الحسابيه. طيب تاني فجوه زمنيه معانا وهو انتشار البيرسونال كمبيوترز او البي سي. انتشار البي سي. طيب بيقول لك انا ازاي اثرت على المجتمع. بيقول لك ان هي انتشار البي سي ده، البي سي ده اللي هو الكمبيوتر اللي في بيت كل حد فينا في بي سي كمبيوتر غير اللابتوب. بيقول لك ان دي كانت بدايه استخدام الافراد للكمبيوتر. دي كانت البدايه ان الافراد تستخدم فيها الكمبيوتر. طيب نيجي بقى في التسعينات. ايه اللي حصل في التسعينات؟ اللي حصل في التسعينات الانترنت انتشر واستخدم في الاغراض التجاريه، وظهور مواقع الويب. طيب وده اثر ازاي على المجتمع؟ بيقول لك هنا جلوبال سبريد اوف اكسس. حصل اكسس للانفورميشن اند بريد الكتروني، او انتشر الوصول، او انتشر بشكل عالمي الوصول للمعلومات. يبقى المعلومات انتشرت بشكل عالمي، والبريد الالكتروني. طيب نيجي بقى بيقول لك العقد الاول ده اللي هو من 2000 ل 2010. في الفجوه الزمنيه دي حصل ايه؟ بيقول لك ظهر السمارت فون زي الايفون وغيره. وبيقول لك ازاي ده اثر على المجتمع. اثر على المجتمع اللي بقى فيه انتشار واسع للموبايل انترنت. انتشار واسع للموبايل انترنت. طيب نيجي بقى بيقول لك ايه العقد الثاني. دي 2010 المفروض. بيقول لك العقد الثاني في الالفينات اللي هو العقد الثاني ده اللي هو من 2011 لوقتنا هذا. بيقول لوقتنا هذا اللي هو 2026. ايه الايفنت اللي حصل في الوقت دوت، او التكنولوجيا اللي ظهرت في الوقت ده؟ انتشار الكلاود كومبيوتنج، او اللي هي الحوسبه السحابيه، الكلاود كومبيوتنج. طيب دي ازاي اثرت على المجتمع؟ بيقول لك ان بقى في تحليل للداتا بشكل واسع، وظهور الاي اي، وكمان الريسورسز او مصادر التكنولوجيا المعلومات بقت تنتشر بشكل واسع، وخدمات الاي تي كلها بقت تنتشر بشكل واسع عبر ايه؟ عبر الانترنت. يبقى ازاي الكلاود كومبيوتنج او الانتشار كلاود كومبيوتنج اثر على المجتمع؟ ان بقى في تحليل للداتا بشكل واسع، وظهور الاي اي. وايه تاني؟ وبيقول لك هنا ان مصادر الاي تي انتشرت بشكل واسع عبر الانترنت. طيب تعال بقى قانون موريز لو ده اللي قلنا ايه تعريفه، فكرني. ان الترانزستورات او عدد الترانزستورات اللي هو الترانزستور بيتضاعف كل 2 years، كل عامين. ماشي. وبيقول لك هنا بقى ايه يعني ايه ترانزستور اصلا، او ايه هو الترانزستور؟ بيقول لك هو ايه؟ هو كومبوننت صغير جدا داخل البروسيسور، داخل المعالج. يبقى المعالج فيه شويه كومبوننتس كتير كده، كل كومبوننت فيهم اسمه ايه؟ ترانزستور. طيب وده كل ما بنزود في عدد الترانزستورات دي، كل ما العمليه في البروسيس بتبقى بشكل بيرفورم. يعني كل ما الترانزستورات بيزيد، كل اما المعالج يبقى بشكل اقوى،
والعمليات اللي فيه تتعمل بشكل اسرع وباورفول. بص بيقول لك هنا ايه it more powerful and faster، بشكل اسرع واقوى. يبقى كل ما عدد الترانزستورات يزيد المعالج بيزيد وبيتطور بشكل سريع وشكل قوي. طيب اهو بيقول لك لما الترانزستورات يزيد يحصل فيها زياده، اللي بيحصل في البروسيسور بيبقى باور اند كاباسيتي انكريز، والكاباسيتي بتاعته بتزيد، والتكنولوجي بتتطور، التكنولوجي بتاعته بتتطور. طيب دي رسمه سريعه للمورز لو. طيب نديك هنا السنين وهنا عدد الترانزستورات بتاعتنا، وكل لما عدد الترانزستورات بتاعك بيزيد كل ما الموضوع او البروسيسور بيبقى اقوى. طيب في سنه 1970 كان عندنا معالج اسمه انتل 4004. عارف انت انتل لما بتروح تشتري كمبيوتر او لابتوب يقول لك انتل كور اي 5، كور اي 3، كور اي مش عارف اي 5، انا قلت اي 5، اي 3، اي 5، اي 7، اي 9. كل ما بتزود في العدد او في الرقم اللي هو اي 5 ده اعلى من الاي 3، طب الاي 7 اعلى من الاي 5. كل ما بتزود كل ما الكمبيوتر بيبقى اقوى والبرفورمانس بتاعه بيبقى اعلى. فهنا كان معانا معالج اسمه 4004 سنه 1971. كان في كام ترانزستور؟ 2300 بس. جينا سنه 1978 بقى المعالج بتاعنا عملنا معالج اسمه انتل 8086 وده فيه 29000 ترانزستور، وهكذا وهكذا لحد ما وصلنا لسنه 2020 بقى عندنا معالج اسمه، طب تعالى الكور اي 7 عشان كلكم عارفينه. في سنه 2010 ظهر كور اسمه كور اي 7 او معالج اسمه كور اي 7. ده كان فيه كام ترانزستور؟ كان فيه مليار و17 مليون ترانزستور. طيب في 2020 بقى ظهر حاجه اسمها ابل ام 1 الترا، ده سنه 2022 وده كان يحتوي على 114 مليار ترانزستور. يبقى كل ما بنزود عدد الترانزستورات كل ما قوه المعالج بتزيد، اللي هو البروسيسور البرفورمانس بتاعه بينكريز بيزيد. طيب ماشي، بيقول لك هنا لو استمرينا ان احنا نقلل السيركت كومبوننت ده بيعمل ايه؟ بيعمل تحدي هندسي وفيزيائي، بيخلي العمليه تبقى بطيئه. يبقى كل ما احنا بنقلل السيركت كومبوننتس، كل ما بنقلل السيركت كومبوننتس بيخلي المعالج بتاعنا العمليه بطيئه جدا. يبقى دي عكس ايه؟ زياده الترانزستور. كل ما بنزود الترانزستورز كل ما المعالج بتاعنا بيبقى اقوى، طب كل ما نقلل كل ما المعالج يبقى ابطأ. يبقى دولت عكس بعض. بيقول لك هنا علشان تزود البرفورمانس، تمبروف البرفورمانس، بيعتمد على 3 حاجات. اول حاجه ايه؟ المالتيبل كورز او تعدد النوايا. الكورز دي اللي هي زي ايه؟ كور اي 3، كور اي 5، كور اللي هو النوايا الكور، فاهمني؟ تاني حاجه معانا وهي المعالجه المتوازيه، الباراليل بروسيسنج. طب تالت حاجه وهي السبيشاليزد ديزاينز او الديزاين بتاع التصاميم المتخصصه او التصاميم الخصيصه زي الفل. طيب ايه هو الكوانتم كومبيوتنج؟ يعني ايه الكوانتم كومبيوتنج؟ ده بيبقى مسؤول عن حساب بعض الفئات من العمليات الصعبه وليس كل العمليات الحسابيه. بيبقى ده بيحسب بعض من العمليات الصعبه وليس كل العمليات الحسابيه. يبقى بيحسب حاجات معينه بس من العمليات الحسابيه اللي هي العمليات الصعبه. طيب كده احنا خدنا تاريخ الاي تي، الهيستوري اوف اي تي. نخش بقى ازاي السوشيال او التكنولوجيا المعلومات اثرت في المجتمع بتاعنا. طيب عندنا حاجه اسمها السوشيال نتوركينج سايتس، دي اللي هي السوشيال ميديا. يعني بص بيقول لك المنصات اللي بتتيح لليوزرز ان هم يكونكتوا مع بعض، يبوستوا، يشيروا مع بعض بشكل اسرع. سوشيال ميديا زي فيسبوك، انستجرام، واتساب، تمام؟ يبقى بيعملوا هنا بيكونكتوا، واحد بيبوستوا، بيشيروا الكونتنت بشكل سريع، بيبقى فيه شير بشكل اسرع. يبقى دي اللي هي السوشيال ميديا. طيب تاني حاجه اللي هي الاي كوميرس او الاي كوميرس اللي هو
نسيت اللي فكرني، الاي كوميرس اللي هي ايه، اللي هي التجاره الالكترونيه، سوري يعني اي كوميرس، ما انا اتلخبطت. التجاره الالكترونيه بيقول لك بيع او شراء اي حاجه عبر الانترنت، دي التجاره الالكترونيه. وخلي بالك الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه ده مجال، يعني ده مجال اصلا وليه سوق كبير، وليه ناس بص ناس كبيره جدا فيه، وفي فلوس كويسه جدا، بس انا ما بفهمش فيه فانا مش هقدر افتي فيه. كل اللي انا اعرفه اللي هو مجال كبير وليه سوق كبير. طيب تالت حاجه معانا وهي الريموت ورك. يعني ايه؟ يعني العمل عن بعد. زي ما قلت لك لما بتخش اي كافيه تلاقي واحد قاعد باللاب بنسكافيه بالكافي وعمال يشرب، تمام؟ تلاقي واحد مثلا ايه لسه صاحي من النوم، لسه ما غسلش وشه، خد اللاب وقعد على السرير، ده شغال ورك فروم هوم. فكل ده يندرج تحت الريموت ورك او العمل عن بعد. نيجي لرابع حاجه وهي الاونلاين ليرنينج او التعليم الاونلاين او التعليم الالكتروني. زي ما حضرتك بتتفرج عليا كده دلوقتي، زي ما حضرتك هتخش على المنصه وتتابع كل الشرح بتاعي، انت كده اونلاين ليرنينج. انما لو نزلت لي سنتر واتفرجت عليا فانت كده مش اونلاين ليرنينج. عندنا بقى خامس حاجه اللي هي الكاشليس بيمنت او الدفع الغير نقدي. زي حضرتك بتخشي تعملي الشوبينج طبعا براحتك وتشيلي الحاجه كده وتخرجي، طبعا انت معكش فلوس في جيبك، فبتقولي ايه هحاسب فيزا، فيقول لك اتفضلي يا فندم. هو ده كده، ده الكاشليس بيمنت. تحاسب فيزا، انستا باي، محفظه، اي حاجه بس مش نقدي. سواء بقى بص بيقول لك هنا ايه، سواء بنك كاردز، فون ابس، كيو ار كودز، اي حاجه غير نون كاش. ماشي. طب ده بيعيدوا تاني كده، ده بيعيدوا تاني، احنا خدناه فوق. احنا عرفنا ان كل ما الترانزستور بيزيد كل ما البروسيسور او المعالج بتاعنا بيزيد قوته والكباسيتي بتاعته بتزيد، والتكنولوجي بتديفلوبس بتتطور بسرعه. طيب ودي الخمس حالات بتوعنا اللي هم الخمس انفورميشن تكنولوجي اللي اثرت في المجتمع بتاعنا. طيب نيجي بقى لثالث حاجه معانا وهي السيلف درايفنج. هقول لك يعني ايه سيلف درايفنج. سيلف درايفنج دي اللي هي القياده الذاتيه. بص يا سيدي، عارف انت العربيات اللي بتتساق لوحدها من غير سواق؟ هي دي مثلا لا قدر الله واحد سايق اغمى عليه وهو سايق، ايه اللي بيحصل؟ العربيه بتدي تنبيه ان خلاص مفيش حد دلوقتي متحكم فيها او متحكم في الطاره. ايه اللي يحصل بقى؟ العربيه بيبقى فيها شويه سنسورز وكاميرات، كل دول بيدوا اوردر لبعض، يعني دي بتدي اوردر لدي والسنسور ده بيدي اوردر لده، فكلهم بيتكلموا مع بعض عشان ياخدوا قرار دون تدخل البني ادم. فالعربيه ده تبدا تنتقل من الحاره دي للحاره دي للحاره دي لحد ما تركن وخلاص وتوقف بقى. كده العربيه ساقت نفسها بنفسها، بتكون حاسه باللي قدامها واللي وراها وحاسه باللي جنبها كده وحاسه باللي جنبها كده. ليه؟ لان في شويه سنسورز وشويه كاميرات كل دول بيتكلموا بعضهم. بس العربيات دي بيبقى فيها حاجه اسمها ايه؟ ايدج كومبيوتنج. الايدج كومبيوتنج دي احنا قلنا اللي هي بتعالج البيانات بتعالج البيانات محليا، مش بتعالج البيانات عبر الانترنت. طيب بص بيقول لك ان العربيه دي بتستخدم شويه كاميرات وسنسورز مش عارف دون تدخل الانسان، وبيبقى بص بيقول لك هنا بقى ايه، بيبقى في العربيه دي حاجه اسمها ايدج كومبيوتنج اللي هي بتعالج البيانات محليا، مش ايه، مش كلاود كومبيوتنج. طب ليه مش كلاود كومبيوتنج؟ لان الايدج كومبيوتنج في الاستجابه بتاعته هو اسرع بكتير قوي. فبص هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان الايدج كومبيوتنج بيقلل زمن الاستجابه. وهنا نستنتج منه ايه؟ كان في استنتاج هنا بس مش مكتوب. منك يا ديزاينر، مش كاتبه ليه؟ ده انا كاتبه لك ومبروزه لك. ماشي، الاستنتاج عامه ده مش مكتوب. اهو سوري، ده الاستنتاج، سوري. الاستنتاج عامه بيقول لك ان الايدج كومبيوتنج اسرع في الرد من الكلاود كومبيوتنج، عشان كده بيستخدموه في الحته بتاعت العربيات. زي الفل. بص بيقول لك الكلاود كومبيوتنج عرفناهم فوق والايدج كومبيوتنج عرفناهم فوق، بس هنعرفهم تاني تحت. الكلاود كومبيوتنج بيقول لك ان بيعالج البيانات محليا. طب الكلاود ده الايدج كومبيوتنج، طب الكلاود كومبيوتنج بيعالج البيانات عبر الانترنت. بس بيقول لك ان ايه، بيبروسيس الداتا
الايدج كومبيوتنج بس محليا في الجهاز ذات نفسه. طب الكلاود كومبيوتنج بيبروسيس الداتا عبر الانترنت. اوكي بص ده كده ايه رسمه موضحه. بيقول لك ان العربيه دي سيلف درايفنج، فيها حاجه اسمها ايدج كومبيوتنج، مش بتستخدم الكلاود كومبيوتنج، هي بتستخدم الايدج كومبيوتنج. ليه؟ لان هو في زمن الاستجابه بتاعته اسرع من الكلاود كومبيوتنج. اوكي بص بقى عندنا حاجه اسمها اوجمانتد رياليتي اللي هو الاي ار، وعندنا حاجه اسمها فيرتشوال رياليتي اللي هو الفي ار. بص يا سيدي الاي ار ده او الاوجمانتد رياليتي بيقول لك هو تكنولوجي بتعمل ايه؟ بتضيف ديجيتال اليمنتس لريل وورد سنس. يعني انت عندك دلوقتي يعني هي بتضيف قيمه رقميه او حاجات رقميه لعالم واقعي او حاجه واقعيه. يعني انت عندك دلوقتي مثلا حيطه حطيت عليها صوره، حطيت عليها رموز، فانت كده ضفت حاجه لعالم واقعي. طب الفي ار دي تكنولوجي بتحسس المستخدم ان هو عايش جوه عالم افتراضي. عارف انت لما بتخش المول، سواء مول مصر، سيتي ستار، مول العرب، تلاقي مثلا شويه ناس كده قاعدين وحاطين بتاع كده على وشهم، هم عايشين في عالم افتراضي، سواء بيلعبوا بوكس، سواء ماسكين بقى حرب، وما في حرب ماسكين مسدس كده ولابسين حاجه وعمالين دش 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 يضربوا. فهم عايشين جوه عالم افتراضي مش حقيقي. ده الفرق بين الاي ار والفي ار. الفي ار عالم افتراضي، انما الاي ار ده عالم واقعي، ريل وورلد، عالم واقعي. ماشي. قلنا الكوانتم كومبيوتنج دي يعني ايه؟ الكوانتم كومبيوتنج دي قلنا اللي هي بتحسب العمليات الحسابيه المعقده، بص فئات من العمليات الحسابيه المعقده وليس كل الحسابات. زي الفل. ودي بتعتمد على ميكانيكا اسمها ميكانيكا الكم اللي هي الكوانتم ميكانكس. كوانتم ميكانكس دي اللي هي ميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم دي كل اللي وظيفتها او الوظيفه الاساسيه بتاعتها ان هي بتحسب العمليات الصعبه اللي الكمبيوتر العادي ما يقدرش يحسبها. طيب عندنا حاجه اسمها كلاسيك بيت وكيو بيت. الكلاسيك بيت والكيو بيت. الكلاسيك بيت بيقول لك هو كمبيوتر عادي ريجولار بيستخدم. احنا قلنا للكمبيوتر بلغته بيستخدم حاجه اسمها بت. البت ده بيبقى يا زيرو يا واحد. هو زيرو وواحد بس هو بيستخدم يا زيرو يا واحد. ده اللي هو الريجولار كمبيوتر. طب الكيوبيت بقى بيستخدم، مش بيستخدم ريجولار كمبيوتر، مش بيستخدم كمبيوتر عادي، بيستخدم كمبيوتر في ميكانيكا او في حاجه او في تكنيك اسمه كوانتم سوبر بوزيشن. كوانتم سوبر بوزيشن ده كل اللي بيعمله اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيعمل ميكس بين الزيرو والواحد في نفس الوقت. يبقى مش بيستخدم يا زيرو لوحده يا واحد لوحده، بيستخدم الزيرو والواحد. بص هو الفرق انا اصلا هنا يعني كاتب لك حاجات زياده مش عليك، بس هو في المنهج قايل لك ان الفرق بينهم ان الكلاسيك بت بيستخدم يا زيرو ويا واحد، انما الكيو بت بيستخدم ايه؟ بيعمل ميكس بين الزيرو والواحد، بيستخدم الاثنين مع بعض. ده الفرق بينهم. زي الفل. اوكي انا كده يا باشا خلصت لك شرح الدرس الاول في البروجرامينج. زي ما قلت لك اول الفيديو، لو الشرح عجبك هتعمل حاجتين: هتنزل تعمل سبسكرايب للقناه حالا لو ما عملتش اول الفيديو يا لئيم. تاني حاجه هتخش على منصتنا الشخصيه منصه مستر سعيد السيد. ليه هتخش عليها؟ عشان تعمل اكونت. ليه يا مستر اعمل اكونت؟ لان بعد ما تعمل اكونت هتقدر تاخد البي دي اف، هتقدر تتفرج على فيديو التدريبات اللي هنحله دلوقتي، هنزل لك واجب الكتروني هتحله، وهتقدر بعده تتفرج على فيديو حل الواجب. فلازم تنزل تعمل سبسكرايب للقناه، ولازم تخش تعمل اكونت على منصه المهندس سعيد السيد. اشوفك على خير في فيديو تدريبات. السلام عليكم.